يا جماعة أفيدونا عن مسلسل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ما هذا المسلسل؟ أفيدونا عنه بارك الله فيكم. ما موضوعه؟ لأن الموضوع شائك، فنريد أن نفهم ماذا في هذا الموضوع. هل مصنفه رافضي أو مصنفه ناصبي؟ النواصب الذين ينصبون العداوة لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، والروافض الذين يطعنون في أبي بكر وعمر. فلابد أفيدونا تفضلا منكم حتى تتسنى لنا، يعني يتسنى لنا البيان. لأن مسلسل كمسلسل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ورضي الله عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، موضوع معاوية سيكون حساس جدا، لأن المنصفون فيه قليل، ولا أظن أن أهل التمثيل سيكونون على درجة عالية من الإنصاف. فإما أن المسلسل مصنفه رافضي فسيطعن في معاوية رضي الله عنه، أو مصنفه ناصبي فسيطعن في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فالموضوع شائك وحذر. أفيدونا أفادكم الله، لأني ما اطلعت عليه. من هو ما أدري هل هو الكاتب شيعي ولا سني ولا ما أدري. وإذا كان المؤلف علماني يا أمير، فهذا المؤلف العلماني سينتهز أي فرصة للطعن في الصحابة كلهم، سينتهز أي فرصة. فانتبهوا لهذا المسلسل يا إخوة وأفيدونا، لأن مثل هؤلاء العلمانيون الذين يؤلفون مسلسلات أولا لا يعرفون صحة الآثار من ضعفها. يعني كي أنسب كلمة إلى معاوية أو إلى علي رضي الله عنهما يلزمني أن أنظر إلى السند، وهؤلاء لا يعرفون شيئا أبدا عن الأسانيد ولا يعرفون علم الحديث، عن الذين يصنفون هذه المسلسلات. ونحن عندنا في علم الحديث الكلمة الواحدة تفرق، الكلمة الواحدة تفرق، فتحتاج إلى تدقيق. لكن هؤلاء لا أظن أنهم يفقهون إلا قليلا في هذا الباب، فضلا عن ما ذكره الأخ أمير من أنهم ليسوا بهؤلاء الثقات الأثبات.